المكونة للتنسيقية المحلية للدفاع عن الخدمات الاجتماعية وقفة احتجاجية، وذلك بعد منع مسيرة كانت مقررة اليوم للاحتجاج على ما تصفه الساكنة بسوء أحوال قطاع الصحة ببلدية توجطات. معنا من مركز عين توجطات رضوان حميدوش ناطق الرسمي باسم التنسيقية المحلية للدفاع عن الخدمات الاجتماعية بمدينة عين توجطات. سيد حميدوش، بداية ما الذي دفعكم اليوم لتنفيذ وقفة احتجاجية بعد منع مسيرتكم وسط المدينة؟ حنا بدينا الاحتجاجات ديالنا في 5/1/2015 على حساب المركز الصحي الحضاري ودار الولاده المتواجده بعين توجطات. حنا في المدينه كنعانيو من مجموعه ديال المشاكل. عندنا سبيطار ما فيش الدار ديال الولاده، قبل كان مستشفى تم التحويل ديالو بقرار وزاري. المركز الصحي كتنعدم فيه ابسط الضروريات اللازمه في قطاع الصحه، ما كايناش المستعجلات. كاين جوج الاطباء هما اللي كيعالجوا ما يناهز 80,000 نسمه ديال مدينه عين توجطات والضواحي. ما كايناش الدار ديال الولاده. المركز الصحي كيسد حوالي الساعه 4 مساء، كيولي ما حقناش كساكنه على اننا نمرضوا ولا نجيبوا المرضى ديالنا لهذا المستشفى، حيث هذا المركز الصحي تحول ما يشبه محطه طرقيه كتجي كيصيفطوك يا اما فاس بعيده علينا ولا المكناس ولا الحاجب، وهي كلها مناطق بعيده علينا. وحتى الوسيله ديال النقل اللي هي لومبيرونس كيخصك تخلص 100 درهم تأدي واجب ديال المازوت ولا البنزين، عتنطلق بك للمستشفى الاقرب اتجاه، يا اما المستشفى الاقليمي الحاجب ولا مستشفى محمد الخامس ديال المكناس ولا المركب الجامعي ديال فاس. رضوان حميدوش ناطق رسمي باسم التنسيقية المحلية للدفاع عن الخدمات الاجتماعية بمدينة عين توجطات، شكرا جزيلا لك.